السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم جيت نحضر معكم تحضيرات رمضان. عندي هنا كميه كبيره ديال الحامض، خديته غسلته ومن بعد بديت كنحكو بالحكاكه الرقيقه، غير القشره الصفراء ما كنوصلش للبيضه. من بعد قسمته في النص وبديت كنعصر بهاد العصاره هادي. من بعد ما عصرته ضفت عليه 2 كيلو ديال سنيده. في كل 2 كيلو ونص ديال الحامض عندنا كيلو ديال سنيده. خلطته مزيان ومن بعد دخلته للثلاجه، خليته ليله كامله باش كتذوب لينا داك السنيده مع داك الحامض. ومن بعد كندخلوه للفريغو يجمد لينا. راه ما كيجمدش 100%، كيولي فحال الزبده. في كل مره بغينا نهزو منه كنهزو منه بسهوله. وهنايا زدت القزبور ومعدنوس والكرافس، غسلتهم مزيان شي 3 ديال الغسلات. ومن بعد خليته يتستقطر في شي شبيكه ليله كامله حتى كينشف لينا من داك الماء، كيولي ناشف بحال يلا خدينا من السوق. عاد من بعد كنطحنو في الهاشوار. حتى الليمون حتى هو قطعته. كذلك ومثال حتى هو سلقته من بعد ما نقيته مزيان وقطعته الى قطع صغيره وضفته في الكوكوط لمده ديال 10 ديال الدقائق. ما كنخليوش يطيب لينا مزيان، غير شويه، غير نص سلقه. خليته يستقطر ودرتو في ميكا بلاستيكيه. هنا كنت بديت كنعمر في البلاستيكات كل حاجه في بلاصتها باش نحطهم في المجمد. ها هو داك المركز ديال الحامض ديالنا من بعد ما جمد لينا، راه كيجي رائع وزوين. وفي كل مره بغينا نشربوا العصير كنشربوه بسهوله وما كيحتاجش لنا بزاف ديال الوقت. وهكا كنكونوا سالينا التحضيرات اللي قبل من رمضان شويه من بزاف. وبسلام عليكم، ما تنسونيش من لي لايك وتخليو لي كومونتيرات زوينين وتابوناو معايا في القناه. وبسلام عليكم.